السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في العظمة دي؟ ام محمد النهارده عاملة فطير مشلتت. اسأل على الواحدة تقول لي ب 80 جنيه، والفرن العادي بيبيعها ب 30 وب 25، ويا دوبك لقمتين اتنين. جبنا كيلو دقيق وعملنا فطيرتين مشلتت زي ما انتم شايفين كده. يا بنات تحفة، بسم الله ما شاء الله. كيلو دقيق عملت اتنين، هو الكيلو بيعمل فطيرتين اتنين. حاجة كده يا بنات عسل، ومن غير افتكاسات ومن غير مكونات كتيرة، هتعمليها في اي وقت. معانا بقى كده عسل بطحينه، ومعانا جبنه قديمه بطحينه، وشويه زيت حار. ما شاء الله، عشاء بقى، افطار، شغال، غدا، زي ما انت عايزه. الله سمي الله، صلى على الرسول. شجعيني بلايك حلو كده. معايا كيلو دقيق يا بنات، مع تعدد الاغراض. اي نوع دقيق موجود عندك هاتي. كيلو دقيق يا بنات بالظبط، عملنا منه فطيرتين اتنين. هيطلع حجمها حلو جدا، وهتيجي التوريقه جميله جدا جدا. تابعت الخطوات بتاعتي في الفيديو وهتشوف احنا عملناه ازاي. نخلت الدقيق يا بنات، اهم حاجه انا انخله. هنزل بحبه سكر، هنزل بحبه ملح، هنزل بمعلقه واحده بس يا بنات بيكون باودر كيك شيف اللي موجود عندك، بيخليها مورقه وجميله جدا. معايا ميه دافيه يا بنات قد ايه؟ ما اقدرش اقول لك الكيلو هياخد قد ايه. حط الميه جنبك. اهم حاجه ان انا احط واحده واحده لحد العجينه بتاعتي ما تبدا تلم معايا كده. ياخد بقى كوبايه، كوبايه ونص، زي ما انت عايزه. دي كوبايه وفتره ميه مش سخنه قوي يا بنات. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا بنزل حبه حبه وبس كده الدقيق، والم يا بنات لحد لما اقدر اوصل للقوام اللي انا عايزاه. اهو زي ما انتم شايفين كده اهوت. بصوا انا بلم الدقيق ازاي بايدي اهوت. تفضلي يا بنات كده اهوت. بصوا تحطوا ميه لحد لما توصلوا للعجينه اللينه بتاعتك. طبعا هو كده كده بيحتاج يعني شويه عجن كمان. هنطلعها بعيد عن الطبق وهنعجنها عجنه حلوه كده. انا لسه بلم في الدقيق اهوت. بصي لمي كده ومسحي الطبق من تحت مع الحوافي عشان تلمي الدقيق اللي موجود معاكي في قلب البوله بتاعتك اهوت. بصوا بعجنه بايدي ازاي يا بنات. المها، مش بحط ميه كتير عشان بعد كده ما يعجنش معايا وما اقدرش ان انا يعني استخدمه. فحطي حبه حبه لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. بصوا بدات تلم معايا اهوت يا بنات، والدقيق كله اهو. بصوا لميت الدقيق كله ازاي. بنزل حبه حبه يا بنات، مش بميه كتيره اهو. بصوا بدات بقى، بص كل الدقيق اتلم معايا ازاي اهو. انا ما رضيتش افصل عشان اوريكم الخطوات واحده واحده. حبه صغيره خالص يا بنات، مش كتير اهو. بصوا بدات الم معايا. بصوا العجينه لينه وعامله ازاي اهو. بمسح بيها بقى البوله بتاعتي كده. بلم الدقيق بتاعي مع الحوافي زي ما انتم شايفين كده اهوت. بصوا بفضل ادعك فيها لحد بصوا ما بدات تفصل معايا، وايدي بقت ما بقاش فيها عجين اهوت. اهو لازم تتعجن بقى وتتختم ختمه حلوه. معايا الصينيه بتاعتي هي يا بنات، واديله بقى كده بالبوكسات بقى، ويمين وشمال، وافردي فيها ولمي فيها. بص كل مدى كل ما بتفصل من ايدي خالص، وايدي بتبقى نظيفه ما فيهاش اي عجينه خالص، من غير لسه ما احط الماده الدهنيه بتاعتي ولا زيت ولا اي حاجه خالص. بصوا لازم تفردي كده وتلمي وتفردي اهوت. لازم تختميها شويه كده بتاع 10 دقايق يا بنات اهوت. بصوا اهو زي ما انتم شايفين. بصوا بدات تمط معايا ازاي، ومفيش حاجه على الصينيه، مفيش حاجه في ايدي. بصي لازم تخدميها شويه كده بعيده عن البوله. كل ما تخدميها كويس كل ما هتديكي عجينه حلوه جميله جدا يا بنات اهو. بصوا نضيفه معايا، ايدي نضيفه، الصينيه نضيفه. بصوا ما حطيتش فيها زيت عشان المها ولا انضف ايدي من العجين ولا اي حاجه خالص نهائي. بص ما شاء الله عامله ازاي، بقت لينه وعامله زي، بصي ايدي ما فيهاش اي حاجه اهوت. المها كده اهو زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله يا بنات اهو. بصوا جميلة جدا ما شاء الله عليها. اديها كمان شوية كده. لما تديكي مطة كده وعرق كده اعرفي ان هي كده معاكي ما شاء الله اهي. شوية كمان كده برضك عجني برضك لحد ما ظبطتها كده معايا اهو. احط لها بقى كده شوية زيت اهوت في قلب البولة بتاعتي اللي كانت فيها اصلا. بصي ايدي نضيفه ما فيهاش اي حاجه. هدهن البوله كلها وادهن كده العجينه بتاعتي. احطها في قلب البوله واسيبها تريح يا بنات. بصوا سيبيها تريح نص ساعه. كل خطوه تعمليها سيبيها تريح نص ساعه. كل ما تريح معاكي نص ساعه كل ما هتديكي فرد حلو جدا يا بنات. سبتها كده اهيت تخمر بقى معايا. تعالوا بصوا بقى معايا. انا معايا ايه؟ معايا سمنه بلدي، معايا سمنه كريستال، معايا زيت. انا عامله ميكس كده مع بعضي. عايز تعملي زيت ماشي شغال، عايز تعملي سمنه كريستال ماشي لوحديها شغال، عايز تعملي سمنه بلدي لوحديها شغال، اللي موجود عندك اعملي. عايزه تعملي ميكس زي ما عملت كده اهوت. سبحت معلقتين سمنه بلدي على معلقتين سمنه كريستال على شويه زيت، واحطهم في الميكروويف كده واعمله ميكس كده مع بعضه، وابدا اشتغل فيه للفطير بتاعي.
متاح عندك سمنه بس كده عادي اعملي المتاح عندك. اهم حاجه ان احنا ما نحاولش نكلف نفسنا. انا الموجود عندي انا طلعته وعملته. انا طبعا هاكله مش هبيعه، فعشان انت هتاكليه هتعملي احلى حاجه. عملتها سيحتها في الميكرويف اهوت، فكت معايا زي ما انتم شايفين كده، بقت زي الفل اهوت. عشان ابدا اشتغل بقى في الفطير بتاعي. المتاح عندك اعمليه. ده كيلو فطير يا بنات، كيلو دقيق عمل معايا فطيرتين. اجيب بقى الطبق اللي انا هقرص فيه العجينه بتاعتي، لازم ادهنه من تحت سمنه كده يا بنات. كل خطوه تعمليها في الفطير سيبيه يريح نص ساعه. كل ما هيريح كل ما هيديكي يعني قوام حلو يا بنات كده، ويقدر يتفرد معاك كده. بصوا بقى معايا زي الفل اهوت. بصوا عامله ازاي اهي. ايه رايكم؟ بصوا ايدي مش ملزقه ولا اي حاجه. بصوا يا بنات عامله زي اللبان. هبدا اقرصها يا بنات، هتتقرص الكيلو هيتقرص معايا 10 قطع زي ما انتم شايفين كده. اقطع اهوت القطعه والفها حلوه قوي يا بنات اهوت. وبعد كده احطها في قلب الطبق بتاعي. بصوا ما شاء الله العجينه جميله ملبن كده يا بنات ما شاء الله. بصوا اهو. بصوا التقطيعه بتاعتي حلوه ازاي اهو. جبت لكم كده عشان تشوفوا. صليتوا بقى على النبي ولا لسه؟ بقى تحط تصلي بقى على النبي كده، وتحط لايك حلو كده من ايدك الحلوه عشان ترفعي الفيديو اعلى مشاهده. حاجه بسيطه وسهله تقدري تعمليها، تنفعك في عشاء، تنفعك في فطار، تنفعك في غدا. طول ما انت قاعده في البيت كده املي البيت خير كده. حاجات جميله وتعمل في قلب البيت وبنظافه، ولا يقول لك ب 80 ولا يقول لك ب 70 ولا يقول لك ب 30، وبتاع الفن بيبيعها ب 30 و25 لقمتين اتنين. مش مستاهله. اعملي كيلو. ولو ما عندكيش سمنه خالص زيت، ولو عندك زيت بس سمنه بس فقط لا غير اعمليها. بصوا يا بنات بدأت أقرصها حلوة أهوت زي ما انتم شايفين كده وألفها. بصوا بقى الكور بتاعتي عاملة زي دول كده بالظبط 10 يا بنات. برضك هحط على وشها برضك سمنة كده وهغطيها واسيبها ترتاح يا بنات برضك نص ساعة. كل ما هترتاح معايا كل ما هقدر أشتغل فيها تبقى حلوة معايا قوي. أهو بصوا بلفها كلها كده تمام لحد دلوقتي. جهزتها اهوت بقى وهغطي عليها وهسيبها معايا برضك ترتاح. طبعا انا بفصل الفيديو يا بنات لحد ما بترتاح واجي اشتغل بشغله تاني معاكم. شنطه كده عليها زي ما انتم شايفين اهوت. وهبدا كده اغطيها واسيبها بقى ترتاح معايا. بعد نص ساعه يا بنات ارتاحت ابدا بقى اخد اول واحده انا اشتغلت فيها يا بنات وابدا افردها معايا. طبعا الصينيه بتاعتي اهوت. مش لازم اقول لك بقى نجيبي مشمع من بره بالشيء الفلاني، لا هي في الصينيه بتاعتك كده. طبعا عشان الطبق بتاعي سخن فانا حاطه كرتونه من تحت. واجيب القطعه بتاعتي احطها في قلب السمنه في قلب الميكس اللي انا عاملاه ده اهو. وابتدي افردي بقى كده بايدك يا بنات على السريع بقى اهو. ادهني الصينيه كمان. خدي كده بايدك كده وافردي وخلي ايدك كده على السريع كده يا بنات. خلي ايدك كده سريعه قوام قوام كده اهوت واقلبيها كده وافردي. بصي تبدا تتفرد معاكي اهي. حتى لو اتقطعت معاكي مش مشكله، ما تخافيش ما تقلقيش خالص نهائي. كل دوت ما بيبانش في الاخر اهو زي ما انت شايفه كده اهوت. بصوا انا بفرد ازاي. ايد شغاله كده على طول اهوت. لازم طبعا احط سمنه كده كل شويه عشان تسهل معايا الفراده بتاعتي. ابدا افرد فيها كده اهوت. قلت لك طبعا لو اتقطعت ما فيش اي مشاكل ما تخافيش خالص نهائي. بصوا بورقها اهو زي ما انت شايفه كده وبايدي برضك اهو. شويه كده بالفراده وشويه كده بايدي لحد ما اوصل اللي انا عاوزاه اهو. بص اهم حاجه تاخدي من النص كده لبره، من النص لبره. والحواف التخينه دي كده حاولي كده تلفي عليها وتخليها رقيقه اهو. بصي يا بنات ايدي عامله ازاي شغاله ازاي اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا تانيتها واحط سمنه ومطيها قوي كده افرديها كده وحطي سمنه. بصي اعمليها زي الظرف كده كل ما تتني كل ما تحطي سمنه كده اهو. وادي التانيه اهيت. الفطيرة يا بنات بتاخد 5 تقطيعات بالظبط. بتبقى حلوة ومورقة معاكي جميلة جدا جدا جدا. وما تبقاش خفيفة عشان ما تتحرقش معاكي. وهي تبقى صينية صغيرة مش صينية كبيرة عشان الصينية الكبيرة هتخليها معاكي ناشفة. فخليكي في صينية وسط حلوة كده عشان تطلع معاكي يعني طرية وجميلة ومورقة ما تبقاش ناشف معاكي. بالفرادة اهو زي ما انتم شايفين كده وبايدي. بصوا اهو اهو. بصوا اتقطعت عادي مفيش مشاكل. كل دوت ما بيظهرش بعد كده اهو. بصوا افردي بقى كده اهوت. اهم حاجه من النص كده لبره اهو. بصوا ده كله بقى مش بيبان التقطيع دوت اهو. كل ما هتطبقي كل ما هتحطي سمنه، كل ما هتطبقي كل ما هتحطي سمنه زي الظرف كده يا بنات اهو. هجيب واحده بقى تاني اهوت وهبدا افردها اهو. بصوا كل ما هترتاح معاكي كل ما تتفرد معاكي كويس. او لقيتيها ما تتفردش معاكي سيبيها تريح شويه مفيش مشاكل. بصوا
اهم حاجه ما يبقاش فيها كلكعه من النص خالص. بصوا بقى، انا هاخد اول واحده انا عملتها وهحطها كده في قلبها وهطبق عليها ظرفي كده، وبرضك نفس النظام هحط برضك سنتول كده اتنين في بعض يا بنات. انا عملت اتنين ورا بعضيهم، هسيب واحده وهحط بقى اتنين في بعض اهوت. كل ما هعمل واحده احط الاتنين في قلب بعض، دول الاتنين اللي كنت عاملاهم احطهم في قلب اللي انا فردتها اهو. بصي، وافرد كده واطبق كده اهو زي ما انتم شايفين اهو. دول كده 3 يا بنات. ادي كده الرابعه اهيت معايا، واحط عليها اللي انا حطيته كله على بعضه. 5 تقطعات بالظبط كده في الفطيره، بتبقى معاكي جميله، تطلع طريه ولا ناشفه ولا اي حاجه خالص نهائي. المها كلها بقى في قلب بعض كده اهو زي ما انتم شايفين كده يا بنات. صينيه معايا واحط فيها اللي انا عملتها اهو، واسيبها ترتاح بقى واغطيها. اهم حاجه ترتاح، دي بقى ترتاح بقى ايه، دي اخر خطوه، ترتاح لها ساعه كده يا بنات. معايا كده الاربعه اهم، وبعدين كنت طبقتها في الظرف الاولاني وهبدا اشتغل برضه كتير. ادي الظرف اللي كنت عاملاه وابدا افرد كده. بصوا كل العجينه ما بتفرد ما بتقعد ترتاح معايا كل ما بتبقى حلوه يا بنات اهو. دول كده ظرفين اهوت يا بنات زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا اهم حاجه ما اخليش فيها في النص كلكعه ولا اي حاجه. كده انا خلصت كده العجين كله والظرف كله اهوت. دي كده 5 واحده اهو. بصوا كده، وحطي بقى ايه السمنه كده يا بنات وانت بتطبقيها زي الظرف اهو. طبقي بقى كده اهو. بصوا لم في قلب بعضه كده اهو، واسيبها برضك يا بنات ترتاح برضك زي ما انتم شايفين. وطي صينيه تانية اهوت واسيبها ترتاح. دي كده ترتاح ساعه كده يا بنات. بصوا بقى، انا كنت عامله في صينيه كبيره، بس ايدي الصينيه كبيره قوي كبيره قوي، لازم احط على وشها سمنه كده. بص لا قعدت وارتاحت، تتفرد معايا زي انا نقلتها في الصينيه الصغيره عشان تطلع حلوه معايا وتطلع مظبوطه. لكن الصينيه دي كبيره قوي هتطلع معايا ناشفه اهو. اهم حاجه بصوا انا فردتها، اهم حاجه احط سمنه كده على وشها اهو يا بنات زي ما انتم شايفين كده. وندخلها الفرن يا بنات درجه حراره 200 تحت فوق الصاجه على طول. حط الشبكه فوق الصاجه على طول واحطها درجه حراره. اول ما تحمر من تحت يا بنات اروح مشغله الشوايه على طول. بصوا يا بنات منظرها عامل ازاي اول ما دخلتها الفرن. بصوا بدات بقى ايه تقب معايا وعامله ازاي اهو. ممتازه يا بنات وجميله وخطيره جدا جدا جدا. ايه رايكم في الجمال ده؟ بصوا ما شاء الله. بصوا ولا محروقه بقى ولا اي حاجه، تاكلي احلى فطير مشلتت. ما شاء الله يا بنات مورق وجميل جدا جدا جدا. ايه رايكم في الجمال ده؟ بصوا بقى الصينيه الصغيره ظابطه معايا ازاي ومخليه معايا بسم الله ما شاء الله. بصوا ادي كمان الظهر بتاعه. ايه رايكم؟ يلا تشجعي كده واعمليه. تعالي بقى كده نقطعه كده مع بعضينا ونشوف بقى طريقة الفطير الجميلة اللي احنا عملناها مع بعض النهاردة. ولا كلفوني بقى اي حاجة في اي حاجة، تبقى كيلو دقيق واي نوع سمنة موجود عندك يا ست الكل. واتفرجي بقى على التوريق وعلى الفطير المشلتت التحفة يا بنات. حاجة كده عسل اللهم بارك. بصوا التوريق يا بنات ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. لايك وشير كتير بقى عشان يوصل لك كل جديد من قناتي. اسيبكم في حفظ الرحمن كده. خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. اسيبكم في حفظ الرحمن. سلام.